صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح المحبة، صباح الرضا من الله والوالدين. الحمد لله. بسم الله بديت وعلى النبي صلي ويا الحباب هكذا باش ربي هكذا يرضى علينا بإذن الله وتنزل البركة ورحمة علينا إن شاء الله. إذا قبل ما نبدأ الفيديو دايما نقول لكم للعيك البصمات من فضلكم، للعيك البصمات مهمة جدا، هي اللي طلع الفيديو من فضلكم، والاشتراك يعني تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، والبارتاج الفيديو وماكسيموم. اذا اليوم جبت لكم بالبغرير. شكون اللي يحب البغرير؟ اوكي، البغرير الخفيف تاع لايمستاس حياة جا هايل، جا خفيف. نعطي لكم اسرار نجاحه باذن الله تعالى نقطه بنقطه، يعني يعني ما ننسى حتى حاجه ان شاء الله بتنجحوا فيها. كاينين يقولوا ما يثقبش، كاينين يقولوا ماشي خفيف يجي معجن، ما يحبش يجيك يعني كي الشهده. انا نقول لكم نعطي لكم سر نجاحه، واكيد عن ضمانه. انا توجو غادي لكم الحاجه تاع ضمانه. يعني شوفوا لهنا نقطع لكم الحبه، شوفوا يعني راهي الاستيك، يعني بسم الله ما شاء الله. هكذا اللي درتها بالعسيل الله الله والزبده وزيت الزيتون الله الله، هكذاك تاكليها بالصحه ولهنا ان شاء الله. ادعوا لي فقط هكذا، يعني تطور يعني قناتي بفضلكم وفضل الله تعالى، وان شاء الله تعبنا يروح هكذا راحه باذن الله تعالى. ودائما دائما نشكر ماما تاج فوق راسي اللي كل ما دير حاجه انا نتبعها، كل ما دير حاجه انا نتبعها. ويعني خليت منها وصفات بسم الله ما شاء الله، نقولها ميرسي ماما. يلا الوصفه. اذا نجيبوا ان ريسيبيون. اذا هنا نجيبوا اسميد رقيق، نجيبوا اسميد رقيق يا البنات، ما تجيبوش هذاك المتوسط رقيق كامل. ندير لهنا 3 كيلات، نحتاجوا 3 كيلات تاع سميد. يعني لهنا ديري اي كيله تحبي. نزيدوا فيها يا البنات كيله تاع دقيق، كيله تاع لافارين. اذا 3 كيلات بكيله تاع لافارين. لهنا الفو با يعني تزيدوا ولا تنقصوا المقادير، لان لو كتنقصي سميد ولا لافارين اكيد يعني كلشي المقادير لي زانغريديون سي تري امبورطون كيما توجور نقولها لكم. نخلطوا كامل السميد ولا فارين كامل، وندير نصف ملعقه كبيره من خميره الخبز. نحركوا كامل يا البنات، تاني شك مكون لازم ندخلوه تري بيان في الفارينه والسميد. لهنا نجيب لهنا ملعقه كبيره من السكر. لهنا دور السكر هي اللي تخليها هكذا تحمر لنا الله الله، تجينا بيان دوغي، يعني تعطينا هذاك اللون الجميل. ونزيدوا لهنا اختياريه ملعقه تاع العسيله تاني تخليها يعني خفيفه خفيفه يا البنات، ريشه. ولا ما عندكش العسيله يعني يكتفي بالسكر فقط، يعني ماشي ضروري، لكن يستحسن تضيفيها. اوكي. لهنا نزيد نصف ملعقه صغيره من الملح للسال. يعني نحب يعني الملح في كل الوصفات تاع الحلويات يعطي البنه. لهنا نجيبوا الحباباتي 4 كيلات تاع الماء يكون دافي، يكون تياد كونديسيون تياد، ماشي بارد ماشي سخون. إلا هنا نجيب الملعقه الخشبيه، نخلط تري بيان الخليط تاعي يا البنات هكذا تري بيان. نخلطو كامل. لهنا نحتاج الفوي، اوبليجي الفوي لهنا باش نخلط كامل جميع الخليط تاعي، لان السميد ولا فارين كامل يعني لي زانغريديون درناهم لازم يعني نحركهم تري بيان بالفوي ونطلعوا كامل هذاك الخليط من الفوق. لهنا السر هو لو بغا ميكسور ولا لو روبو. انا عندي هذا الروبو. اذا لهنا نسكب الخليط تاعي. اذا الفو بيان نديروه نميكسيوه في الخلاط حبيباتي في الروبو تاعنا، ولا عندك البغا ميكسور لازم تخلطوها هكذاك حوالي 4 دقائق. نزيدوا لهنا حبيباتي نصف ملعقه من الخميره الكيميائيه عفوا، لا ليفر شيميك. لهنا البيكين باودر يا البنات، يعني هذه هو السر، تخلي البغرير تاعكم خفه وبنه ويجي بيان دوغي وخفيف، سي تري امبورطون. انا لهنا شوفوا كيفاش نوري لكم هنا في الخلاط كيفاش يعني لازم يعني نضربوه تري بيان. ولهنا شوفوا كيفاش بعد ما ضربته بالخلاط لهنا نسكبوا في البول تاعي في الريسيبيون تاعي، ونخليه يرتاح يا البنات حوالي 10 الى 15 دقيقه. ما تخليوش يا البنات يعني اكثر من 10 15 دقيقه، ولا خليتوه اكثر من 10 15 دقيقه راح يعني بزاف يدير لكم سي بون. لهنا نجيب لهنا العسيله تاعي مع الزبده تاعي، نخليهم في النار حتى يديروا.
يعني نحتاجهم في الاخير. شوفوا لهنا بعد ما تخمرت لي لا تري تري بيان الخليط تاعي، خدتها 10 دقائق يا البنات. شوفوا كيفاش تجي، يعني لازم تشوفوا هذاك لي بول يعني تشوفوها مثقبه وتشوفيها خلاص. يعني لهنا تخمرت لا تري تري بيان، ولهنا بالفوي لازم نهبطولها كامل تاع الخمر تاعها، نحركوها باش هكذا الخمر تاع. شوفوا كيفاش تجي، شوفوا كيفاش تجي مثقبه. عارفي البغرير تاعك راهو ناجح، ولا ما تجيكش هكذا مثقبه ويعني زاد الحجم تاعو وبيض، يعني ما تنجحلكش، تجيك معجنه والبنه ما كاش. لهنا نجيب المقله تاعي سبيسيال تاع الكريب كامل تاع البغرير كامل. اذا نبدا لهنا يا حبيباتي، شك يعني ما ديري حبه تاع البغرير تاعك، لازم الخليط تجيب المغرف تاعك لازم تخلطيه لازم. لهنا بديت معكم الحبه الاولى، بسم الله ما شاء الله. شوفوا كيفاش يعني جات يعني مثقبه، الله الله. النار يعني لهنا تحب البغرير النار. لا بروميير فوا هكذا دهنيها فقط شويه تاع الزبده، شويه فقط دهنيها، ما ديش بالزبده بزاف، وخلي النار يسخن تري بيان. خلي المقله تاعكم يعني تسخن تري بيان، وبداي ديري الحبه تاعك متحفه مدوره، الله الله. شوفوا كيفاش راهي جات مثقبه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، شهيتكم في الجنه. و لهنا البغرير تاع الشهده لو كان ما يجيكش هكذا مثقب وتشوفيه، لازم هذاك المقلات لازم تبان، لازم تبان يعني خلاص يعني مثقبه وناجحه. ولازم تطيب لك تاني من التحت، تجيلك بيان بيان دوغي. تلقوا تشوفوا القوام تاعها. خليو قلت لكم النار شعلوها مليح، ماشي مليح مليح يعني الى المتوسط، لكن كتر شويه. خليو البغرير تاعكم حتى يثقب لكم، حتى يعني كيفاش تعرفي انه طابت، حتى خلاص هذا الابيض ما يبانش. فوالا. ولهنا نبدا ندهنها يا البنات بشويه تاع الزبده، شويه فقط. ونبدا ندير الحبه تاعي يا حباباتي بالشان وطبع، الله الله. اللي وصلني لهذه المرحله من فضلكم ما تنسونيش في اللايكات، البصمه يعني جام 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 جام، وتفعيل زر الجرس من فضلكم، الجرس الاشتراك في القناه باش يصلكم كل جديد عندي. اذا الى فرصه اخرى، شكرا لكم.